السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم انا وياكم فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. نبدي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا الفيديو اليوم طريقة الكباب بالدجاج، كلش حلوة الفكرة، ان شاء الله تعجبكم وتستفادون منها. هسه اول شي لان 3 رؤوس بصل، وسط ثرمتهن، وهذا اللية او شحم همينة كمية يعني متساوية هي والبصل في ثرامتهن. وعندي هاي فندوة ونص، موعتها شوية 10 دقايق وثرمتها وخليتها. وثوم يعني إذا متوفر عندكم هو كلش مهم، فصين 3 هم خلوه. وعندي هذا البقسم، طبعا أني أبد ما أذبه، أضمه بالمجمدة أحتاجه، فهمينة ثرمته وخليته. وباعوا شلون يصير يعني شلون العجين. بعدين أخذت كمية خليت من نفس محضرة الطعام همينة، خلطتهن شوية. وهذني زادة من الفندوة، هذني راح أطبخ عليهن شوربة العدس، تطلع كلش طيبة. وبعد ما ثرمتهن وخليت عليهن الصبغ والبهارات وملح، البهارات حسب الرغبة طبعا، شكلتهن وخليتهن بالفرن. وهذا الشكل النهائي، يا رب يكون عجبكم وسهمكم ألف عافية. طبعا الطعم يجنن، نصيحة جربوا الطريقة. مع السلامة.